مشاهدينا الأعزاء، مساء الضمير، مساء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في حلقتنا النهاردة هندخل في الموضوع على طول لأنه بيكمل حلقتنا المرة اللي فاتت والأسبوع اللي فات. ما كناش لسه لحقنا نتكلم ولقينا القرارات نزلت والتنفيذات اتحققت وكل اللي احنا قلناه حصل ولسه هيحصل كمان. ولأن مسؤوليتنا وضميرنا الإعلامي بيحتم علينا إن احنا نقول لكم من خلال إعلام الشعب إن مهما حصل قرارات أو تغييرات أو أي حاجة هتحصل في البلد في الأيام اللي جاية أو اللي حصل في الأيام اللي فاتت، بدون تحرير الإعلام مفيش حاجة هتتغير للأحسن. الإعلام لازم يرجع لشعبه. الإعلام عشان تبقوا عارفين الحدوتة وعارفين حقكم فين، هو سلاح للحرب الباردة لإبادة الشعوب من خلال إن هو بيتغلغل لفكرها ووجدانها ويحولها من كائن إنساني إلى قطيع إلى خلية أولية. وده اللي احنا وصلنا له من خلال إعلامنا، وشاهدنا وشفنا الأخطاء الإعلامية المهنية اللي حصلت على شاشات تلفزيوننا واللي بتأكد الكلام اللي احنا بنقوله. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش في عز مولدنا مليين العالم شرق وغرب شمال وجنوب من علماء ورياضيين وفنانين ومفكرين وباحثين وعبقرة مبدعين بيشرفوا مصر في كل حتة، وعشان كده اتسمت مصر أم الدنيا. ما ينفعش بعد كل ده وبعد ثورة 25 يناير تتحول مصر مهد الحضارة وفجر الضمير تتحول لصراعات والاتجاه فكري أو ديني. ما ينفعش من خلال إعلامها. ما ينفعش يتحول الإنسان بعد الخلية الأولية. هيبقى إيه؟ هنبقى إيه أدنى من كده؟ اللي عايز مصر يبقى معانا في حلقتنا وفي كفاحنا لتحرير الإعلام، واللي مش عايز مصر يستنى ويشوف يا ترى أدنى من الخلية الأولية هنبقى إيه. مع السلامة يا نسيم الحياة، مع السلامة يا ارتعاشت مصر، انت الشهيد اللي اتقتلنا معاه. مع السلامة يا ابتسامة الزهر، مع السلامة يا نسيم الحياة، مع السلامة يا ارتعاشت مصر، انت الشهيد اللي اتقتلنا معاه. انت بتبدل بعيد واحنا بإصرارنا العنيد رسمنا وشك شمس عيد، ضحكة وليد شهقة نشيد، وطن جديد وطن سعيد والاسم مصر. تصعدني لولا وتبوح القسوة على أرض الحياة والبشر، هانت عليك الروح وقلت تروح تدق بإيديك قلب باب القدر، بعد الحياة بالموت هلا انت بالموت اشتريت الحياة، ووقفت للجبروت وقفنا بعدك مرفوعين الجبال، اتمد يا دراع الشهيد اتمد وشهد الناس والشموس والإله، ما هو انت
شهقة وليد، شهقة نشيد وطن جديد وطن سعيد والاسم مصر. مشاهدينا رجعنا لكم تاني في حلقتنا من الضمير، وحلقتنا النهارده عن الضمير الإعلامي، ومعانا ضيوفنا الأستاذة حنان فكري. أهلا بيكي. أهلا. وبنكمل مع بعض النهارده. ومعانا الأستاذ سعد القرش. أهلا بيك. أهلا بيك. وأكيد هنكمل كلنا، لأن دي رحلة كفاح، وأنا بعتقد إن هي دي من أهم يعني رحلات الكفاح المسلح اللي المفروض يبقى فيها توجه شعبي كمان، مش بس الإعلاميين اللي يقوموا بيها. لو النهارده ما ينفعش نبقى منفصلين اعلاميا عن الواقع اللي بيحصل على الساحه النهارده، لو شفنا الواقع كده برؤيه مهنيه، تقولي ايه يا حنان؟ الاعلام جاي على ايه؟ الإعلام وده الهويه المصريه، يعني الهويه المصريه جايه على ايه؟ بصي حضرتك، انا هقول لك اللي جوايا، وانا جايه النهارده يعني مشحونه جدا، يمكن غير المره اللي فاتت، الحد اللي فات كمان، لان النهارده لسه في قرارات طازه طالعه في البلد ما كانتش متوقعه، فمثلت لي صدمه، ولو اني كنت متوقعاها من كام شهر، بس كنتش متوقعه التوقيت كل اللي ده. جاي متوقع، يعني كنا قاريين السيناريو، بس بنحاول نكذب نفسنا، يعني نوع من الامل ما الفكره الكاذب. دي الغلطه اللي احنا واعيين فيها طول الوقت. فقد يكون اللي هقوله دوت صادم للبعض، ان انا هقوله جوه مبنى مسبيرو، ويمكن ما اعرفش ادخل هنا تاني، بس مش مهم. يعني القرارات اللي اتخذت النهارده لا يمكن ان نفصلها عن الاعلام، لان هو الاعلام هو الاداه بالظبط اللي بيستخدمها النظام لترويج كل شيء عنه، ترويج الكذب او ترويج الحقيقه، ترويج القرارات وقت ما يحب، وقت ما يحب يسربها برضه بيستخدم الاعلام عشان يسربها قبل ما يقولها. وكل حاجه زي ما بيتقال كده، كل شيء مدروس، احنا مجرد يعني ادوات، بس احنا مش هنبقى ادوات. الاعلاميين والصحفيين مش هيبقوا ادوات تاني. اللي بيحصل للاعلام هو جزء من خطه الهيمنه الكامله على كل مفاصل الدوله، علشان تبقى في ايد الاخوان. خطه الاخوانه الكامله للدوله. انا مش ضد الاخوان، هم فصيل كنا بندافع عنهم قبل الثوره. أنا واحدة من الناس كنت كاتبة عن سيد بلال، وهو مش إخوان، يعني حد من التيار الإسلامي السياسي يمكن المتشدد، وكنت كاتبة عنه وقت أحداث كنيسة القديسين في اسكندرية، إن لو الراجل دوت كان هو غلطان يا سيدي خده وديه، يعني عاقبه بالقانون، لكن ما تعذبوش لغاية ما تموته. فأنا مش ضد الناس دي، لكن أنا ضد الاستحواذية، ضد السيطرة، ضد تهميش فئات معينة وإقصائها مقابل استحواذ وسيطرة فئة أخرى. القرارات اللي صدرت النهارده طول الوقت على فكره، يعني انا يعني برضو ضد ان انا نقول اسامي بعينها، ليه؟ عشان ما يبقاش ما تتحسبش عليا او عليكي ان احنا مش ضد اسماء ولا ضد اشخاص، احنا ضد استحواذ اي حد. ضد الاخوان. لا انا ضد، لو كان اليسار هو اي حد يسيء لمصر، انها اولا مصر مش بتاعت حد لوحده. لا وطن من الوطن، لا ملوش دين ولا دين لوطن. مصر بتاعتنا كلنا، يعني الوطن يعني ما فيش حاجه، يعني ملهاش علاقه دي في وطن ماليش دعوه بقى، ما تقول لي انت هتعمل ايه عشان الوطن ده ككل. فاذا كان بعرف من اعمالك، انا هكمل لك اعمالك يعني انا هكمل لك الفكره عشان بس المشاهد ما ينفصلش عننا لو تفرعنا. فالقرارات بتاعت النهارده باقاله المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، ورفعوهم وتعيينهم لمستشاري جمهوريه، ده طبعا يعني اقاله بشكل بس محترم، يعني فيها شيء من الكرامه، هي ما هي الا اتمام لصفقه الخروج الامن اللي كنا بنخمن عليها. هذه الصفقه لها اجزاء، جزء منها هو الهيمنه على الاعلام. الصفقه دلوقتي بتتم قدامنا كلنا عارفين وواعيين، فاي تعتيم، اي تغييب، اي تجميل للواقع هيبقى بجد، يعني انا مش عارفه، هيبقى خيانه للبلد. فاحنا بنخون البلد لو جملنا الواقع، ما ينفعش نجمل ولا نزوق الكلام، خلاص خلصت خلاص. ما كل حاجه، كل اللي اتقال وكل اللي كنا بنحاول نكذب نفسنا فيه حصل. صفقه الخروج الامن تمت، ناقص ايه؟ ناقص اتمام بقيه السيناريو. اتمام بقيه السيناريو ايه؟ الاعلام اللي هو الاداه الرئيسيه
في ايد اي نظام يشتغل لاعاده انتاج النظام الفاشي بس في ثوبه الديني. الفاشيه الدينيه مقابل الفاشيه العسكريه اللي اكثر كده. لعنه من الفاشيه العسكريه. بالظبط كده. مش معقول يكون مكتوب على مصر لعنه الفاشيه من اي نظام يجي. احنا ما صدقنا خلصنا من نظام حسني مبارك، كفايه بقى يعني حرام. فاذا كان هذا جزء من الصفقه، فاذا كان اصبح الفلول والاخوان ايد واحده، والفلول والعسكر والاخوان ايد واحده، ضد مين؟ ضد الشعب. الناس اللي قاعده في القهاوي، في الشوارع، في الحارات، قدام البيوت اللي نورها مقطوع طول الوقت ومش لاقيين نسمه هوا. الناس اللي قاعده في الاماكن دي من حقها ان هي تعرف الحقيقه، ومن حقها علينا احنا اللي جايين نخدمهم. ده حقيقي. الاعلام ده مش سيد لحد ولا واصي على حد، بالعكس. احنا جايين نخدم الناس دي، جايين نعرفها الحقيقه. يعني احنا اكثر حريه في الاعلام الشعبي، احنا اكثر حريه من الاعلام الخاص، لان احنا نعمل لدى الشعب، لكن الاعلام الخاص يعمل من جيوب لدى الشعب. شخص. يعني الناس هنا بتاخد مرتباتها من جيب الشعب. فعيب قوي ان احنا نمد ايدنا في يعني جيوبهم علشان وأزوني. نخدعهم ونخونهم ويعني ونخون الامانه اللي اتحملناها. عيب قوي. وكفايه كده، كفايه مصر هي اللي بتدفع الثمن. كفايه مصر بتدفع الثمن وبتخرب. استاذ سعد، هكمل على كلام الأستاذة حنان فيما يخص ما ينفعش نتكلم على الإعلام النهاردة ونتجاهل اللي حصل. طبعا مبدئيا ما ينفعش يحصل اي حاجه في البلد ونتجاهلها اعلاميا. ما ينفعش ما ينفعش. دايما لو قدامنا هذا المكان الصلب هكمل على الكلام. يعني أنا كنت محضر حاجات بس طبعا نسيتها والدنيا اتكركبت فجأة. عشان أي حد يقفز في هذا الفراغ لازم بيقفز من أرض صلبة، ما ينفعش قفزة من الفراغ لفراغ. فمن حق رئيس الجمهورية أنه هو يقيل من يشاء، حتى لو رئيس أمريكا عنده 45 سنة يقدر يقيل رئيس الأركان وزير الدفاع اللي عندهم 70 سنة. ده حقه. ولكن كان مستحيل القرارات دي تصدر قبل أسبوع فات، قبل ما يتم السيطرة على الإعلام وإعلان حركة رؤساء التحرير بشكل مفاجئ ومهين جدا للجماعة الصحفية. لا مختارين شهر رمضان عشان ما تنزلش ولا تعمل اعتراضات ولا وقفات انا ولا اتحداك لو جبت العناوين بتاعه لو جبت البروفات بتاعه بكره اتحداك انك تلاقي الصحف القوميه طالعه. هقول ده في كل قراراتهم في شهر رمضان اللي هو الشهر هقول ده في التفصيل. هقول مجموعه مقدمات اللي هي الارض الصلبه اللي وصلتنا لده. لو تفتكري في ايام فتنه استفتاء مارس اللي فات 2001 انا كتبت هذا الكلام في صفحتي ونزل في كتاب عن هيئة الكتاب، يعني عن مؤسسة حكومية. قلت اللي بيحصل دلوقتي تواطؤ بين العسكر والإخوان هينتهي بهم هذا التحالف إلى أن يعلق الجنرالات على المشانق زي ما الخميني استعان بالجنرالات لحد ما تمكن من الثورة اللي ما كانتش دينية في إيران. ده قام بها الشعب بالماركسيين بالعلمانيين بالمتدينين بكله، ولما تمكن كان لازم يتخلص من العدو اللي مكنه من هذا الكرسي وأعدمهم في الميادين. ده قلته في مارس 2011 بس للأسف ما اتطبقش دلوقتي. هم خرجوا مكرمين لأن ما ينفعش يحاكمهم وهم متورطين، الطرفين متورطين في أحداث كثيرة، منها مسبيرو اللي كان محرض على الأحداث هنا، ومنها مجلس الوزراء والعباسية الأولى والعباسية الثانية، ومنها محمد محمود. فمحاكمة طرف هتفتح الملف الخاص بالطرف الثاني اللي أصبح في السلطة. بالظبط. الطرف الثاني اللي أصبح في السلطة ليه مجموعة مقدمات لازم نقولها. هبدأ من اللي قاله الأستاذ مهدي عاكف امبارح لما قال إن الأستاذ محمد مرسي كلمني مرة واحدة وقال له جملة واحدة بس: هذه ثمرة كفاح الإخوان. معنى كده إن هم بيبصوا لمصر باعتبارها غنيمة، ما قالوش دي ثمرة كفاح الشعب. على مدى في السبعينات والثمانينات وفي ثورة 25 يناير، أنا آسف اللي بقول ثورة 25 يناير لأن الثورة مستمرة، هي مش هي بدأت في 25 يناير وإحنا حاليا بعتبر ده جزء من ارتداد حركة الثورة، يعني جزء من قوى الثورة المضادة اللي هو صعود الإخوان. إنما الثورة مستمرة في موجة ثالثة أكيد مش عارف هتيجي إمتى بس بتتفاعل يعني. فهو تجاهل كفاح الشعب، تجاهل الشهداء، تجاهل أي حد وقال له هذه، ده رئيس الدولة بيبلغ المرشد السابق اللي هو أستاذه بيقول له هذه ثمرة كفاحكم، وتجاهل الشعب تماما. الأستاذ مهدي عاكف في اللقاء نفسه قال الثورة صنعها الإخوان. أنا مندهش جدا إن إزاي ثورة صنعها الإخوان وهم رفضوا النزول فيها
وده كلامه في 2005 لما بيقول: لسنا أهل ثورة ولا مصلحة لنا في سقوط النظام. ولحد يوم 23 يناير في الاجتماع اللي كان حاضر فيه القوى السياسية، وذكر ده الأستاذ عبد الحليم قنديل، وأنا ذكرته في أحد كتبي، موثق ومنشور وطبع منه طبعتين. يوم 23 يناير اجتمعوا 7 من القوى السياسية، كان ممثل الإخوان الأستاذ محمد البلتاجي. لما عملوا البيان قال له: نرفض أن يصدر بيان يسيء إلى مبارك أو ابنه أو عائلة مبارك، نحن ندعو إلى التغيير السلمي. يعني دي جماعة إصلاحية. لما الثورة نجحت أصبحت حلوة ولازم تصبح ثورتهم. ده جزء من أول مقدمة. لا وهو ما هو فين مبارك وولاده؟ ما هو قاعدين مثلا الله اعلم قاعدين في البلد ولا براها، والشله كلها والعصابه دي كلها يعني دي انا المقدمة الخاصة بالأستاذ مهدي عادل. فرحة مبارك فينا. يعني كل الناس ده هي فرحته والله. يعني ما فيش اي حاجه حصلت اتاخد قصادها حق قدام الناس، وما زال الاثنين بيتكلموا في ضلال. فاعلاميا الشعب لازم يبقى واعي اعلاميا طول ما انت اعلامك. يعني انا فوجئت بالاغنيه اللي هي بيعرضها المخرج، نعم. فاجئني بيها على الهوا، ان هي ليه شهداء ال 16 شهيد من القوات المسلحه. كلنا شهداء، كلنا دمنا رخيص. في شباب برضو آلاف من الشباب طلعوا عشان بس كرامة وحرية وعدالة اجتماعية من غير سلاح. طب دول شهداء لا ما تأمنوش صح، هم ما تأمنوش صح على الحدود. هم رايح وعارف انه ممكن يموت، اللي عارف ان هو ممكن يموت ولا اللي نازل يقول سلمية سلمية. اشمعنى التلفزيون المصري على مر الثورة ما عملش أغنية للشهداء دول؟ المصابين النهارده اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه، اللي مرميين في المستشفيات واللي ما نعرفش عنهم حاجه، اللي هم بني ادمين، شباب زي الورد بشلل رباعي وعيون رايحه يعني ازاي بنتكلم باسم الدين؟ طيب ازاي بنتكلم عن دول وبنقول ان اللي جاي هو مجرد ان احنا اي حاجه بتمسهم على طول بيروحوا قاصين الايد؟ فاحنا معلش هنطلع لتقرير ونشوف راي الناس في الشارع في الاعلام المصري. الإعلام الرسمي فعلا بيوصل معلومة الشارع المصري، دي حاجة. بالنسبة للإعلام الخارجي ده ضد الشعب المصري أكيد. نتمنى إن الإعلام بتاعنا يبقى هادف ويرقى بالمشاهد وبالمستمع، واخد بال حضرتك، ودايما يعني زي البلاد الأوروبية. البلاد الأوروبية بيجيب لك الحدث في نفس اللحظة. بالنسبة للإعلام في الوقت الحالي، ودي مرحلة حرجة بتمر بها البلاد، إعلام كله موجه، ما نقدرش نقول مين وراه، ولكن هي تيارات مختلفة وناس مختلفة ليها مصالح في هدد هذا البلد، وربنا ينجينا بصراحة يعني. لا، لأنه ما بيقولش كل اللي أنا عايز أقوله. في حاجات كتيرة المفروض تقولها، زي مثلا اللي احنا فيه أمن ومن ناحية اقتصادية، والأحداث اللي بتحصل حاليا في سيناء. الإعلام أولا ما بيمارسش غير نفسه، تمام، ما بيلعبش غير على الصالح وعلى المكسب بتاعه. يشوف انهي اتجاه ريح ويروح معاه. متقلب، عمره ما كان لصالح المواطن المصري. لا يمثل على الإطلاق اللحظة اللي بيعيش فيها الشعب المصري، وهي لحظة الثورة ولحظة التغيير ولحظة النهضة. الإعلام المصري في خاصة الإعلام الخاص هو إعلام، معظم وسائل الإعلام الخاص معظمها إعلام هدام ولا يتبع أهدافه في توطيد الأمن القومي والتثقيف والتوعية والتنوير. مشكلة الإعلام المصري إنه هو متأخر، يعني بيجي لنا الخبر بعد ما يكون عرفناه قبل كده من أي قناة فضائية تانية أو من على النت أو حتى قنوات خارجية. حاليا دلوقتي بالنسبة للقنوات الفضائية مثلا على الأقل مقسومة لأكثر من فريق. في فريق اتأثر بالثورة وبدأ ينادي بالناس بمطالب الثورة، وفي فريق منحاز مازال، فغالبا ما بيمثلناش بالظبط، بس ما بيمثلش الشعب او كل الشعب المصري، بيمثل طوائف معينه. للاسف الشديد الاعلام المصري ما يمثلش المصريين، بدليل ان انا عشان اعرف استشهاد خبر الجنود المصريين واتمنى لهم الرحمه،
اعرفه من اذاعات خارجيه، من فرانس 4، من CNN، من اذاعات اجنبيه. الاعلام المصري فيه، الاعلام المصري مغيب. الاعلام المصري بصراحه ما بيمثلناش في الوقت الحالي، ما بيصدرش قرارات صحيحه في الواقع. كل اللي بيعمله دلوقتي في الوقت الحالي ان هو بيزيف الحقائق بشكل عام يعني. هو الإعلام ما بيمثلنيش بأي شكل من الأشكال. أنا شايف الإعلام كله يعني بيقول أفكاره الشخصية، مش بيتبنى القيم والمبادئ إن هو يقدمها. بنرجع تاني وبعد ما سمعنا رأي الجمهور، تقريبا رأي الجمهور واضح. الناس كويس ان هم يعني في غضب وابتدوا يعرفوا ايه الاعلام، يقدروا يميزوا الاعلام. انا شايفه يعني ان دي عملت صحوه عند الناس، ان هي ما تبقاش قاعده بس حاله استقبال من الاعلام، ان هي تقدر تنقده وتقيمه وتشوف الاعلام الحقيقي من الاعلام الكاذب. حنان، لو رجعنا للضمير وهياخدنا الضمير المهني، هل هو مشكلتنا كإعلاميين ولا مشكلة الشعب ولا مشكلة القيادات؟ لا، الشعب ماله، الشعب لا حول ليه ولا قوة. الشعب ده مستقبل. العملية الإعلامية فيها مستقبل ومرسل ووسيلة. انت ما تتوقعيش من الشعب انه يبقى فاعل في الإعلام؟ لا، ما هو دلوقتي في الإعلام البديل، يعني ده بيقودنا لنقطة الإعلام البديل اللي هو الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر. الاعلام ده الشعب جزء منه، جزء من صانع الخبر وجزء من صانع الموضوع. لكن ده انهي شعب، انهي جزء من الشعب بالظبط، الجزء اللي بيقدر يستخدم الانترنت، وده جزء مش كبير. الشعب فيه ناس كتير جدا لا بتستخدم انترنت ولا بتشوف حتى قنوات فضائيه غير القنوات المصريه. عشان كده احنا النهارده هنا وبنقول القنوات المصريه اللي هي الاعلام الشعبي، الاعلام بتاع الدوله مش بتاع النظام. انت عارفه اساسا يعني حتى لو كانت القنوات الخاصه فيها يعني بتعمل برامج ملفته ومصروف عليها قنوات في جزء منها موجه، لكن ما زال انت عندك كل المحافظات والقرى وكده الاعلام المصري قرآن بالنسبه لها، يعني برضو بتشوف التلفزيون. يقول لك التلفزيون المصري ما جابش يا عم، لا ده مش صح. بالظبط وهنا في القاهره موجود يا سيدتي الفاضله. النهارده لما يبقى قرار زي اقاله المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، والتلفزيون المصري عمال بيذيع في مسلسلات الدراما الرمضانيه، تقولي لي ايه ده؟ معناه ايه؟ انا مش قادره افهم. احول كل القنوات، اول ما سمعت الخبر مش لاقي حاجه، التلفزيون ذاع الخبر وبس واكتم. لا جاب محلل يقول، ولو جاب محللين بقى تعالي للنقطه المهنيه. انا ما اعرفش دلوقتي ايه اللي بيتذاع على القنوات الفضائيه المصريه، لكن اؤكد لك كما لو كنت اراها الان بعيني ان لو في برنامج جايب محللين مش هيدي الاوزان النسبيه الصح. في الاعلام المفروض ان انا بدي الاوزان النسبيه لكل ضيف. يعني لو انت المحللين دول من اللي هيجيبهم، ما هو المعد اللي هو اصلا موجه وعايز يرضي القياده بتاعته علشان يعمل ايه؟ علشان يترقى، عشان ياخد هم اسامي معينه زياده، علشان يتقرب يتودد يستفيد ايا كانت الاستفاده، يتشهر يفضل في مكانه. في مصلحه، في نوع ما من المصلحه. المال اصل كل الشرور، والمال هنا مش مقصود بيه الفلوس قد ما مقصود فيه اي مصلحه عينيه او ماديه، يعني في مصلحه. فالمعد والمذيع واللي فوقهم بيدوروا على المصلحه دي في التقرب والتودد للقائد، واللي اعلى منه واللي اعلى منه بيعملوها. فما يجيب ضيفين ما بيديش الوزن النسبي لكل واحد زي ما هو. يعني لو في الجورنال مثلا كل واحد بياخد له فقره، يبقى في البرنامج المفروض كل واحد ياخد له 5 دقائق اللي بيعبر عن الفكره دي واللي ضدها. كل واحد بياخد الوزن بتاعه. ما بيحصلش، لا يمكن. بيبقى دايما في ميل في اتجاه معين، في توجيه وده واضح بان في قنوات بتعمل بدون تصريح، ولانها تتبع الجزيرة. الاخوان الجزيره مباشره عشان مش راضي اقول اسامي ولانها تتبع الاخوان، يعني باعتراف من وزير قبل سابق للاعلام بانها ما عندهاش تصريح. طب ازاي دي؟ ليه ساكتين عليها؟ ليه قفل مكتبهم وبعدين سكت عليهم تاني؟ ليه؟ وايه موقف وزير الاعلام الحالي من القناه دهيت؟ ايه علاقه المسلسلات بالقرار اللي اتاخد؟ بس انا عايزه افهم.
انا بسال دلوقتي، انا مواطنه مصريه عاديه مانيش صحفيه ولا اي حاجه، انا بسال ايه علاقه المسلسلات برمضان اصلا؟ ايه علاقه الدراما ما هو دي التلفزيونيه برمضان؟ ما هي دي طريقه، دي بعيدا طريقة بعيدا عن اي يجيكي. حاجه. شهر كريم فيه اصوام و وكنا ماشيين قبل رمضان ما يبتدي ان التوك شو والقنوات والبرامج الاخباريه والبرامج الحواريه والناس عندها وعي متفتح ومتابعه، فجاه كل ده وقع. عارفه لما تبقي فجاه ماشيه على خط وتروحي لاقي نفسك وقعتي. هو ده كل اللي حصل. وفجاه سيل من المسلسلات، مفيش اي حاجه مغطيه ساعه موضوع لا شهداء رفح. هناخد لها حلقه. يعني شهداء رفح برضه نفس القصه. المسلسلات بتتذاع والناس مش عارفه ايه اللي بلد بيجرى. عن بلد، وانت بتدوري تجيبي الخبر منين؟ مش عارفه تجيبي الخبر منين. هل ده ينفع مهنيا بقى؟ لا خالص، ما ينفعش يبقى عندك المؤسسات دي كلها وانت في الشعب في حاله لما يحصل حدث في البلد ما يبقاش عارف يجيب الخبر منين. احنا رحلنا للأسوأ يعني. احنا كنا بنعاني من التعتيم، النهارده بنعاني من التغييب. بالظبط خالص. ما فيش، بقول لك خلايا اوليه، بقينا خلايا اوليه. استاذ سعد، عايزين سريعا بس انا عايزه اسال حضرتك في حاجه، في رؤيه. اتفضل. زي ما اتكلمنا عن الصحافه واللي حصل فيها، احنا لسه ما حصلش تغييرات في الاتحاد وفي مؤسسات الاتحاد، فتوقع حضرتك زي توقعاتنا المعروفه للتغيرات اللي هتحصل في القيادات، واللي بناء عليه هنعرف ان الحدوته لسه طين ولا هتعدي. هتكلم عن اللي اعرفه اللي حصل في الصحافه وحصل ازاي وحصل ليه. بس قبل ما اوصل لده بس هختلف مع حنان فيما يخص الشعب. تقول الشعب مجرد مستقبل، لا، الشعب واعي جدا جدا. فيه شعوب لو تعرضت للغزو هتسيب بلادها في ليله، مش هتلاقي حد في البلد، وده حصل قبل كده سنه 90. انما في شعوب تانية، العراق لما تعرض للغزو عملوا مخيمات على حدوده مع الأردن، قالوا لأن الناس هتهرب من الضرب الأمريكي للعراق وتروح الأردن، فوجئوا بأن العراقيين اللي في الأردن داخلين يدافعوا عن بلادهم. لأن أي شعب قديم أو ليه حضارة أو مرتبط في بالمكان بيصنع فنون في المقاومة، سواء مقاومة لغزو خارجي أو غزو وطني. حتى لو ان الإخوان هم الغزو، أنا بعتبرهم كده. طيب وأنا كمان. وأنا مشكلتي مع كتير جدا من التيارات الإسلامية إن هم مش فاهمين الشعب المصري. الشهداء هم الثورة مش حكاية فاهمين. يعني أنا ببقى في رؤية، أنا ليا هدف إن أنا أوصل للسلطة، ماليش دعوة بقى. أنت الكلام اللي أنت بتقوله اللي إحنا بنقوله ده مالهمش دعوة بيه، وأنا هو وأنتوا هو. هيجي في وقت كل اللي بنقوله ما هوش دعوة بيه، ودن من طين ودن من العجين. هو عنده خطة عاملها له هدف معين، لما تتطربق السما على الارض مش هيعمل حاجه. الخطه دي قفزه في الهواء، بس عشان بتطير في الهواء، عشان هي بتطير في الهواء فهتقع على جذور هذا المكان. لما دخلنا ميدان التحرير مساء يوم 28 كان على جثه 571 شهيد، وميدان التحرير اظن ما فيش فيه اسم شرطه، يعني اسم الدق بعيد والسيده بعيد، انما 571 استشهدوا اظن في مصر، منهم حوالي 400 وشويه في ميدان التحرير نفسه. دماء هذه الشهداء هي اللي جابت المجلس الشعب كل اللي حصل، كل اللي بيحصل ده دماء الشهداء. ما عشان كده انا في حين اعمالنا اعترضت على الحكايه دي. يعني دم الشهداء الالاف اللي نزلوا عشان الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه هي اللي خلت كل بني ادم فيك يا مصر قاعد على الكرسي ده، او كل منتفع. ولغايه النهارده المنتفعين هم نفسهم في البلد دي بدم دول مش بدم حد تاني، بصحة دول، بشباب دول. فما ينفعش ننكر ده يا جماعة. احنا اعلامنا عايز مننا صحوة شعبية. الاعلام نقدر منه ننقذ البلد كلها من اي حاجة خايفين منها، بس نبقى واعيين لده. احنا ما قدمناش الا دقيقة واحدة بس، فمعلش. هحييكي على شيء مهم جدا. تقريبا من زمان بقالي سنة ونص ما سمعت شعار الثورة صح إلا هنا. شعار الثورة كان تغيير، حرية، عدالة اجتماعية، وأحيانا يتقال كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. تم تزوير هذا الشعار وأصبح عيش يبقى ثورة جياع. ما كانتش ثورة جياع، كان الناس بيبحثوا عن التغيير والكرامة. لما تيجي العداله الاجتماعيه طبيعي هتوفر العيش وتوفر الجاتوه وتوفر حاجات كان في ناس زمان فقراء بس كان عنده كرامه، كان عندهم كبرياء. احنا النهارده دي مش ثوره في اغنياء ما عندهمش كرامه. تمام، فاهم؟ يعني مش حكايه العيش، لا، هي كرامه. الشعار اتزور، ده اللي انا شعار الثوره اتزور مع حاجات كتير اتزورت، بما فيها الثوره اللي اصبحت كانها ثوره الاخوان المسلمين. ده حقيقي. حنان
ما عنديش غير جملة واحدة. مصر دولة مش جماعة. مصر دولة مش جماعة. مصر دولة مش جماعة، وهتفضل دولة لكل المصريين، والشعب هو السيد، ومحدش هياخد حقنا ولا أي فصيل أيا كان. فبلاش تدفعوا للشعب إنه يصطدم. مشاهدينا الاعزاء، في نهايه حلقتنا بنقول لكم دايما وبنأكد وهقول تاني: مفيش دين له وطن ومفيش وطن له دين. هنفضل نحارب معاكم بضميرنا المهني، وهنتقابلكم في قضايا كتير، ومعانا سلسلة من ضمير الإعلام، لأنها دي سلسلة مهمة جدا. وعلى فكرة احنا بنقول لكم بضميرنا الإعلامي، لو عرفتم بالظبط ايه اللي بيحصل في الإعلام الشعبي هتعرفوا ايه اللي بيحصل في مصر. وخلوا الضمير صاحي.